إكسبريس اف ام تزيد في القيمة. وقع ترقيته، وهذا ما يمثل إلا استبلاه للشعب التونسي وضحك على ذقون التوانسة من طرف يعني الحزب الحاكم، الحزب الرئيسي الحاكم ورئيس الجمهورية كذلك اللي قبل برئيس الحكومة هذا، وعوض أن يفعل الفصل 19 اللي يمكنه من تعيين شخصية اعتبارية أو شخصية مستقلة، ها أنه يعين وزير عنوان لفشل ذريع وفشل يشهد به كل الناس. لذلك نحن نشوفوا أن هذا ما يزيد إلا تأزم الوضعية ويقود تونس إلى مصير مجهول وعواقبه مجهولة، ويزيد كان من تدهور الوضع الأمني ووضع الاستقرار اللي نحن نقوله ما نجم يكون إلا في إطار الحوار الوطني اللي قاعدين تبعد عليه الأطراف اللي تشكل في الحكومة الآن. ولذلك حزب الوطني الديمقراطي الموحد يستنكر هذا التعيين، هو المؤتمر الوطني للإنقاذ اللي هو مؤتمر الحوار اللي من خلاله باش نوجدوا خريطة طريق الكفيلة بتأمين تونس من مخاطر الاحتقان السياسي والاجتماعي وسوء تدهور الوضعية الاقتصادية اللي أصبحت في وضعية الأزمة الحقيقية.